ليه الحكومه الابقاء عليها استاذ باسم بيبو؟ انا عارفك انت مشاغب، انت عارفك. انت بتسالني انا يا ابن الناس؟ انا صوتي تتبح من ساعة ما كان الدولار مش عارف ب 8 9 جنيه ولا 7 ولا 10 لحد ما بقى 50، وقلت لكم الحكومة دي مش رايحة بينا من هنا لهنا. يرد عليا واحد النهارده صديق برضو كاتب لي روشتة كده: يا استاذ هيثم، هو راجل محترم ومهذب، والانجازات والنظرة المستقبل يا ريس وكتاب الله على راسي اروح الف لك اعمل لك لايف عليهم يا بيه. بص، مونوريل مدن جديد، انا اللي دافعت على العاصمة والناس زعلت مني، قلت لهم تزعلوا تختلفوا تتفقوا، اصبحت بتاعتنا. زعلوا مني الناس. هم زعلوا مني ليه؟ مش كارهين العاصمه، كارهين ما تسببت فيه هي ومثيلاتها من مشروعات، من ظروف صعبه. لكن المصري ما بيكرهش بلده ولا بيكره مقدرات بلده، لكن رص انجازات زي ما انت عايز. هاجي تحت واقوم كاتب لك كلمتين: المواطن فين وعملته بكام. رد عليا في دول وما تكتبليش كل النشيد اللي انت كتبته ده، لانه غير مرضي بالنسبه لي. طول ما الحال كده ايه ده؟ عاصمه ومشروعات ومفيش دواء في الصيدليات ومفيش انسولين؟ انت بتتكلم بجد؟ ومفيش كهرباء؟ والكهرباء تاخد معاها النت والميه؟ ده انجازات. ما هي دي انجازات فعلا، بس لتحت.